فاكرين من سنة أو سنتين لما كانت أي عربية صيني كانت بتنزل كانت الناس بتجري عليها إزاي؟ الشركات الصينية كانت عاملة حالة في السوق، شاشات كبيرة وبانوراما وكاميرات 360 درجة، شكل يخطف العين وكماليات تحسسك إنك راكب عربية بضعف ثمنها. بس الغريب بقى إن دلوقتي بقى في ناس كتير قوي بتتردد، ناس كانت داخلة تشتري صيني بقت تقولك استنى لما نشوف بعد كام سنة، أو استنى لما نشوف إعادة البيع عاملة إزاي، أو استنى قطع الغيار أخبارها إيه. فايه اللي حصل بقى؟ هل العربيات الصيني طلعت وحشة ولا الناس هي اللي بدأت تفوق وتفكر بشكل مختلف؟ ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، وعايزك تركز معايا للآخر عشان الفيديو ده ممكن يغير طريقة تفكيرك في شراء العربية الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عمرو مجدي والنهارده هنتكلم عن موضوع جدلي شوية، وخلوني اوضح حاجة من البداية عشان محدش يفهمني غلط. انا مش داخل هاجم العربيات الصيني وخلاص، بالعكس في شركات صيني كتير عملت شغل محترم جدا في السوق، وفي عربيات كتير جدا قدمت فعلا قيمة مقابل السعر، ولكن الناس بدأت تزهق ليه؟ او بمعنى اصح الحماس بدأ يقل عن الاول. في الاول كده خلينا بس نعرف الناس كانت بتحب العربيات الصيني ليه في الاول. اصلا زمان السوق كان مختلف، لو كنت عايز عربية فيها شوية رفاهيات او كماليات او دلع شوية بتلاقي العربية رقمها ضخم جدا، وكان ساعتها طلع لك الصيني يقول لك اتفضل عندك بانوراما وكاميرات 360 وشاشتين وشنود كبيرة وشكل هجومي وكل الباكج ده بسعر اقل من المنافسين. فالناس ساعتها انبهرت، وده كان طبيعي جدا، خصوصا ان وقتها كان العربيات الياباني والكوري والالماني كانت فقيرة جدا في التجهيزات اللي زي كده مقارنة طبعا بالصيني. وبصراحة الصيني لعبها بشكل صح جدا في النقطة دي، عرف يدخل دماغ الناس كويس من حتة انا هديلك شكل وفخامة وكماليات وتجهيزات اعلى من المنافسين وبسعر ارخص، وفعلا ده اللي نجح. ولكن المشكلة ان بعد فترة الناس بدأت تبص لحاجات تانية غير الشكل، ومن اول الاسباب معانا النهاردة هي الاسعار، ودي من اكبر الاسباب اللي خلت ناس كتير بدأت تتراجع. الميزة الاساسية في العربيات الصيني زمان كانت ان هي ارخص، ولكن دلوقتي بقى عندك عربيات صيني داخلة في 1.5 مليون و2 مليون و3 مليون. فالناس بدأت تسأل السؤال المنطقي جدا، وهو لما انا هدفع الرقم ده اصلا ما ابص على ياباني او كوري او حتى الماني حتى لو مستعمل. زمان كانت الناس بتسامح الصيني في بعض العيوب علشان خاطر السعر، لكن لما السعر بيعلى سقف التوقعات بيعلى معاه. وتاني نقطة معانا وهي اعادة البيع، ودي نقطة مهمة جدا في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام. في ناس اصلا بتروح تشتري العربية وهي حاطة في دماغها ان هي بعد سنتين او 3 هتروح تبيع، فبدأ بقى يظهر معاك سؤال، هل العربية دي هتتباع بسهولة ولا هتتعبني معاها؟ خلينا متفقين كده ان بعض العربيات الصيني اعادة بيعها كويسة، ولكن في موديلات تانية كتير بتنزل في السعر اول ما بتطلع من المعرض، وده بيخوف ناس كتير جدا. ثالث نقطة معانا وهي قطع الغيار والصيانة، ودي بصراحة من اكتر الحاجات اللي الناس بتشتكي منها. في ناس معاها عربيات ومشاكلهم بسيطة جدا، وناس تانية معاها عربيات بتقولك قعدت مستني قطعة الغيار بالشهر، او القطعة موجودة بس غالية، او مفيش غير في التوكيل. وطبعا النقطة دي بتفرق جدا من شركة لشركة ومن وكيل لوكيل، وعشان كده بقولك احنا ما بنعممش. في شركات كتير جدا وتوكيلات كتير جدا محترمة في اعادة البيع والصيانات وقطع الغيار وخدمة ما بعد البيع، وفي برضه شركات تانية كتير لسه محتاجة تشتغل على نفسها اكتر. رابع نقطة معانا وهي الاعتمادية على المدى الطويل، ودي اهم نقطة في الفيديو كله تقريبا. العربية ممكن تبقى ممتازة معاك اول سنة او 2، بس الناس دلوقتي بدأت تسأل طب بعد 5 سنين؟ وده سؤال منطقي جدا، خصوصا ان بعض العربيات الصيني لسه ملهاش تاريخ طويل زي الياباني مثلا. فالناس بدأت تقلق، هل العربية هتفضل متماسكة؟ هل الخامات دي هتعيش معايا؟ هل الأنظمة دي هتفضل شغالة بكفاءتها زي ما هي؟ ولا هتبدأ المشاكل تظهر؟ وخامس نقطة الفتايز المعقدة اللي زي الدي سي تي والسي في تي وبعض منظومة الحركة المعقدة نسبيا، وده مخلي ناس كتير بدأت تخاف، خصوصا الناس اللي كل تحركاتهم في الزحمة ووقوف ومشي طول اليوم. ناس كتير بقت تقول لك أنا عايز حاجة بسيطة تعيش معايا. وسادس نقطة بقى وهي إن الناس نفسها اتغيرت. زمان الناس كانت بتنبهر بالشاشة والبانوراما والأضواء والإضاءة المحيطية والحوارات دي كلها، انما دلوقتي الناس بقت بتسأل الاعتمادية ايه ظروفها، والعربية عملية ولا لا، وقطع غيارها موجودة، وهتعيش معايا ازاي. وده تطور طبيعي جدا في السوق، بس لازم برضو نكون عادلين، مش كل العربيات الصيني وحشة والعكس صحيح. في شركات صيني كتير جدا بقت بتتطور بشكل مرعب وبقت قوية بسرعة. في عربيات فعلا ممتازة وناس كتيرة بتحبها ومبسوطة بيها، وبرضو في شركات بدأت تهتم بالعزل والامان والاعتمادية وجودة التصنيع. يعني برضو عايز اقول
بقول لك مش الفكره ان الصيني وحش، الفكره ان السوق بدأ ينضج والناس بقت بتفكر اكتر قبل ما تشتري، وانا شايف ان ده شيء صح جدا. في النهايه العربيات الصيني لسه ليها مكانها طبعا، وناس كتيره بتحبها ومتعايشه معاها بشكل طبيعي، ولكن المرحله اللي جايه عليها هتبقى اصعب، لان دلوقتي مش مطلوب منها انها تبهر الناس بس، المطلوب انها تثبت نفسها على المدى الطويل. وعلشان كده انا عايز اعرف رايك بقى، شايف ان العربيات الصيني الناس فعلا بدات تزهق منها، ولا انت لسه شايف ان هي افضل قيمه مقابل سعر؟ ولو انت معاك عربيه صيني قول لنا رايك وتجربتك في التعليقات بكل صراحه، علشان ناس كتيره تستفيد منك. انا مستني رايكم في الكومنتات ومستني اسمع منكم. لو انت قدامك عربيه ياباني ما فيهاش اي تجهيزات او كماليات، وعربيه صيني فول اوبشن والاتنين بنفس السعر، تختار ايه وليه؟ وانا هقرا الكومنتات وهرد عليكم. في الختام اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه على يوتيوب. مستني تعليقاتكم وشكرا لكم على المتابعه، مع السلامه.